السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل أكلة من أكلات الشتا كده. معايا كيلو من الرز غسلاه كويس ومصفياه، وهانزل عليه بشوية سمنة بلدي أو زبدة، ومع حوالي معلقتين 3 من الزيت عشان الزيت بيديله فرفرة حلوة كده. وهخلط كل ده مع بعضه، وهخلي الرز يتشرب كل السمنة بتاعته. وهنزل بمعلقة كبيرة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الأسود عشان ما يغمقش، وهديلهم كده تقليبة مع بعض. وهنزل كده بقشطة اللبن، يعني قشطة وش اللبن كده. أمّا يكون عندِك لبن وبتغليه يبقى شيلي القشطة بتاعته، بجد بتنفع معانا يا جماعة، عشان هي متجمدة بس هتسيح معانا لمّا تدخل الفرن. كده هانزل بحوالي كيلو وربع من اللبن، يكون سخن جدًا يا جماعة زي ما أنتم هتشوفوا كده. هاقلِّب تقليبتين، وفي نفس الحلة هانزل بكوباية كبيرة من المَيّة السخنة. لازم برضه يا جماعة مَيّة عشان الرز يستوي بجد، ومش هتأثّر معاكم في أي حاجة خالص في الطعم. وبعد كده هانزل عليه تاني بقشطة وش اللبن زي ما أنتم هتشوفوا كده. بجد خطير. برضه الرز ده بيتعمل بكذا طريقة، بس دي أبسط طريقة ممكن تعمليه بيها. في ناس بقى بتخلّي الرز يقعد كده في اللبن كده حوالي ساعة قبل ما يدخّله الفرن. هادخّله كده على أرضية الفرن لمدة ربع ساعة، كده هارفعه على الشبكة. معايا بقى هنا دي كنت عاملة فراخ وشِلت الفراخ، ودي الشوربة بتاعتنا. وده القلقاس اللي إحنا فرّزناه قبل كده، ووريتكم الطريقة. زي ما أنتم شايفين كده في دقيقة إلا دقيقة هيكون بجد فاكك معاكم. أول ما يستوي كده معاكم وزي ما أنتم هتشوفوا كده هانزل عليه بالسلق. والسلق ده أنا بقى برضه باخزّنه إزاي. باجيب السلق وباغسله كويس جدًا، جدًا، وباسلقه، وباخد كده السلق أضربه في الخلاط وأحطه في الكيسة وأشيله على طول في الفريزر. وبعد كده أطلّعه قبل الأكلة كده بربع ساعة يفُك معانا. هاضربه ضربة تاني، وبعد كده أنزل عليه على القلقاس. بُصّي القلقاس عامل إزاي، بجد تحفة. شوربة القلقاس خضرا خضار ما أقولكوش يا جماعة، أكنكم لسه عاملينها حالًا. زي ما أنتم هتشوفوا كده. بُصّوا الجمال، والله الكاميرا كمان ظالماهم. معايا بقى هنا طاسة على النار فيها شوية كده زبدة أو سمنة ومع شوية زيت، وهانزل بكزبرة خضرا وتوم مفرومين كده ناعم جدًا، وهادّيهم كده يعني لون كده بسيط، مش هاحرقهم. زي ما أنتم هتشوفوا القلقاس ده ليه طرق كتير جدًا، جدًا يا جماعة، بخطوات كتير جدًا، بس دي أبسط وأسهل طريقة ممكن تعمليها. بجد هتلاقي طعم خطير. هننزل بقى كده بالطشة بتاعتنا كده زي ما أنتم شايفين. بجد الجيران هيخبطوا عليكِ ويقولوا لِك إحنا عايزين ناكله من الأكل الحلو بتاعكم ده. أنا دي طريقتي وما باغيّرهاش يا جماعة، جرّبوها بجد مش هتندموا. بجد تحفة. بتشربي شوربة قلقاس خطيرة. بُصّي بقى هنا الرز، هو كان طبعًا في طبقة من القشطة فوق كده، بس في حد كده قال لي أدوق، قام أكل الوش كده زي ما أنتم شايفين. بس بُصّوا مفرفر إزاي، والله لسه مطلّعاه من الفرن، مفرفر بجد فظيع. علشان عطينا له كوباية مَيّة، وفي نفس الوقت كمان عطينا له شوية زيت. بُصّوا بقى الأكل بتاعنا حلو إزاي. دي بقى الأكلات بتاعة الشتا، تاكليها كده وتتدفي بجد تحفة وخطيرة. وساعة كده هتخلّصي كل الحاجات دي كلّها. إيه رأيكم في الجمال؟ يا رب الوصفة تعجبكم. سلام